سلمى تكلم لا حول الحدود الموريتانيه، قالوا لي الا بغيت الحكم الذاتي يصير عند المغرب. شاطرين يتكلموا لنا غير على ميناء التحيضره ويتكلموا لنا على هذو اللي حنا عاطينهم الحريه يتكلموا داخل الاقليم، وما نقولوا لهم حتى شي حاجه. كيدخلوا كيخرجوا كيهضروا وحق الشعب الصحراوي تقرير المصير، يخلوا حنا نقولوا حق الشعب الصحراوي في تندوف وفي المخيمات في الحكم الذاتي او في تقرير المصير. ايضا الحكم الذاتي هو جزء من تقرير المصير. سير قولها. واش عمر طرح فيكم شي واحد السؤال لماذا دخلت اسبانيا الى الصحراء؟ علاش دخلت؟ لماذا استعمرتها؟ دخلت للبحث عن سانتا كروز. سانتا كروز كتبحث عنها، مشات في الاول كتقول عنها في الداخله، شويه قالت عنها في الطرفايه، شويه قالت عنها في سيدي يفني، ومشات تقلب لها. هذا هو السبب المباشر لدخول اسبانيا، ودخلت تحت عهده سلاطين المغرب. ماشي دخلات ولقات الصحراء ما فيها لا سلطان ولا فيها لا بيعه ولا فيها حتى شي حد، ارض خاله وجات وحطت يدها عليها. واهم من يقول ذلك. اذا كان باشلار قد احدث قطيعه بستيمولوجيه، فان جلاله الملك قد احدث قطيعه ايضا بخطابه يوم افتتاح البرلمان او الدوره التشريعيه. خطاب كان فاصل، وهذا الخطاب يجب أن نقول فيه على أنه يجب أن نضع نقطة ونعود إلى الصفر منذ البداية وننطلق إلى المستقبل. أنا لن أقرأ ولن أعود إلى أخطاء الماضي وإلى ما جرى في الماضي من تدبير لهذا الملف، لأنني كتبت فيه ما كتبت. وكان آنذاك عندما تتحدث بكل جرأة ومصداقية حول أعطاب قضيتنا الوطنية، كان الاتهام المباشر الذي يوجه لك بأنك إما خارج عن الإجماع وإما أنك تتحدث بلغة أخرى لا يفهمها السياسيون. اليوم خطاب جلالة الملك أعطانا كامل الحرية، وركز على الاختصاص وركز على الكفاءة وركز على أن يتحدث في هذا الملف أصحاب الخبرة والاختصاص. اليوم خاصنا نفرق بين مجموعة من الأمور. للسياسي خطابه، وللحقوقي خطابه، وللأكاديمي خطابه، ولكن للأسف نحن عندما نجو نتكلموا على هذه القضية الوطنية ديالنا نتكلموا دائما كنا بخطاب السياسي، حتى ولو كنت أستاذا جامعيا تتحدث تردد نفس الخطاب الذي يقول وزير الخارجية أو الذي تقول وزارة الخارجية. والمفروض أن يتحدث السياسي بخطابه، وأن يتحدث الفاعل الحقوقي بخطابه، وأن يتحدث النقابي بخطابه، والمجتمع المدني بخطابه، ولكل خطابه. لأن عندما نوجه الخطاب إلى الآخر يجب أن تكون هناك حجة ودليل. جلالة الملك في جميع الانتصارات اللي حققها المغرب اليوم تحققت بفضل الدبلوماسية الملكية وفي فضل العمل اللي قام بجلالة الملك. السؤال المطروح ماذا حققنا نحن؟ كان علينا كبرلمانيين نهار خطب الملك نهار الجمعة وتحدث عن هذه القطيعة اللي سميتها أنا قطيعة كما سمى باشلار بيستيمولوجيا، هي قطيعة سياسية مع الماضي. كان علينا نهار الاثنين نديروا نهار خاص بالقضية الوطنية، وللأسف نحن ما درناه. جينا نهار الاثنين وقعدنا ندابزوا في داخل البرلمان وكأننا نعطي صورة أخرى عن المكان الذي كان قاعد فيه جلالة الملك والذي تحدث فيه. هذا المكان هو مكان مقدس ومؤسسة دستورية ويجب أن نناقش. راه جلالة الملك ما كيعبثش، راه ما جاش وهضر نهار الجمعة وقال لنا خاص تغيير في المسار، تغيير في الخطاب، عطوا لاصحاب الاختصاص، عطوا كذا عطوا كذا، ونهار الجمعة نجوا وكأن شيء لم يقع. وإلى الآن لم تفعل الآليات داخل البرلمان لا داخل اللجان. وتحدى أي حزب سياسي في المغرب تكون عنده لجنة ديال القضية الوطنية، وحتى إذا كانت عنده لجنة شكون فيها باك صاحبي وفيها سير التسارة في ألمانيا وفي سويسرا وفي نيويورك وفي جنيف، وتجي تتكلم مع جبهة البوليزاريو وتقول له الصحراء مغربية ونحن في صحراءنا ونحن في التراب ديالنا وسير خرجنا. واش هذا هو الخطاب باش نقنعوا جبهة البوليزاريو؟ هذا ليس خطابا حقيقيا. إلا بغيت تقنع جبهة البوليزاريو ونرجع لك نقول لك جبهة البوليزاريو ولا الجزائر ما عندناش تاريخ. راه كتبدا معاك من 1960 من القرار 15/14 حق الشعب الصحراوي تقرير المصير او حق الشعوب في تقرير المصير. علاش ما ترجع معاك للور كما تحدث الأستاذ الجامعي؟ علاش ما ترجع معاك للور؟ واش عمر طرح فيكم شي واحد سؤال لماذا دخلت إسبانيا إلى الصحراء؟ علاش دخلت؟ لماذا استعمرتها؟ لماذا؟
اسبانيا كتقول على انها وجدت الصحراء ارض خلا، والبوليزاريو كتبنا له 960 وكتقول لك الصحراء ما كان فيها السلطان المغربي ولا علاقه لها بسلاطين المغرب. وانا غادي نعطيك ونقول لك اسيدي السبب غير المباشر لدخول اسبانيا الى المغرب الى الصحراء هو اولا على ان هذا الجزء من الاقليم يمثل واحد العمق استراتيجي واقتصادي وامني بالنسبه للجزر السبع ديالها، ولهذا لان العيون والداخله قريبه من الجزر الكناري، وكان هذا هو السبب المباشر للدخول. غير المباشر، السبب المباشر اسبانيا دخلت اول مره دخلت سنه 1884 دخلت للبحث عن سانتا كروز كتبحث عنها، مشات في الاول كتقول عنها في الداخله، شويه قالت عنها في الطرفايه، شويه قالت عنها في سيدي يفني، ومشات تقلب لها. هذا هو السبب المباشر لدخول اسبانيا، ودخلت تحت عهده سلاطين المغرب، ماشي دخلات ولقات الصحراء ما فيها لا سلطان ولا فيها لا بيعه ولا فيها حتى شي حد، ارض خاله وجات وحطت يدها عليها. واهم من يقول ذلك. هناك مجموعه من الاتفاقيات الا بغيت نسردهم عليكم، مجموعه من الاتفاقيات نقولها لكم دريكاتيه تؤكد. واش كاين شي واحد فيكم كيسمع على اتفاقيه ودراس سنه 1860؟ عمر حد سمع على هذه الاتفاقيه ولا درست هذه الاتفاقيه؟ هذه الاتفاقيه اش كتقول لنا في البند الثامن من هذه المعاهده هذه؟ كيقول لك على انه فيه اولا المحور الاول حمايه المبشرين الاسبان والحريه ديالهم داخل الاقليم. المحور الثاني هو تشكيل لجنه من المهندسين العسكريين للبحث عن هذا سانتا كروز اللي عنها تقول البرتغال عنها هي ديالها، وتقول على انها موجوده في سواحل الداخله. واش عمركم ايضا سمعتوا على المعاهده ديال اراخويت سنه 1767 اللي دارها كارلوس الثالث بطلب من محمد بن عبد الله، اي ما يسمى محمد الثالث، باش يتوسط له عند الرعايا ديالو في بوجدود. لاحظ معي وسطر عليها رعاياكم في بوجدود، وهزهم صيفطهم له، صيفط له مولاي عبد السلام اللي كان هذيك الساعه حاكم وسلطان على مدينه تالودان، وداهم ليله طنجه وسلمهم له 27 بحار انجليزي بريطاني. عمركم سمعتوا هذه الاتفاقيات؟ مجموعه من الاتفاقيات ما بغيتش ندخل في اختصاص الاستاذ المختص في التاريخ، ولكن لان التاريخ والقانون شيئان يعني مترابطان. وخطابنا اليوماتيه ملي تكلمت على الاليات وتكلمت على تغيير الصوره وتكلمت على الخطاب، بغيت نقول لكم على طبعا المعاهده مع الدنمارك، المعاهده مع السويد، المعاهده مع البرتغال، المعاهده مع الولايات المتحده الامريكيه، هذه كلها مجموعه من المعاهدات. كاين اللي في 760، كاين اللي 894، كاين اللي في 1384، كاين بزاف ديال المعاهدات التي تثبت هذه المغربيه التي نناقشها نحن اليوم. نحن فقط اليوماتيه بغينا نقول لكم من خلال هذه المداخله المتواضعه على انه اليوم خاصنا نغيروا اليات الخطاب، وخاص يفهم الفاعل السياسي على انه راه اليوماتيه جلاله الملك طرح لنا واحد المسؤوليه كبيره، هو كيقوم بواحد الدبلوماسيه كبيره مع لي زومولوج ديالو، ولكن ما يمكنليش انا، ما يمكنش جلاله الملك يمشي يهضر مع حزب بوديموس في اسبانيا. اسبانيا اعترفت بمغربيه الصحراء بسياده المغرب على اراضيه، ولكن جزء من النقابات ديالها وحزب ديالها بوديموس والمجتمع المدني كله الاسباني يساند جبهه البوليزاريو. واش عندنا في الجامعات الاسبانيه كنتابعوا الطلبه ديالنا، كنتابعوهم المتحدثين باللغه الاسبانيه؟ علاش البوليزاريو دائما تنتصر علينا في المحافل الدوليه؟ وبالخصوص على المعركه الكبيره اللي كاينه اليوم هي في اسبانيا المجتمع المدني كله يساند. علاش؟ لانهم لا يجدون اصواتا اخرى تفسر لهم الحقيقه، كيجاوبكوا عليهم وانتم كامل. ونذكركم بالسيده اللي هزت واحد بنيه وقالت عنها راه ضربها المغرب ودار، وصدقنا الصوره هي من غزه وليست من الصحراء. واش عندنا اليوماتيه اللي يتكلموا على حقوق الانسان يقدروا يرصدوا لنا ويقولوا لنا مصير 74 شخص صحراوي من المستشار ديال بين قوسين ما يسمى بالرئيس ديال الجمهوريه المفتعله اللي في السجن الرشيد؟ وين هما؟ يتكلم عليهم شي حد؟ شاطرين يتكلموا لنا غير على ميناء حيدره ويتكلموا لنا على هذو اللي حنا عاطينهم الحريه يتكلموا داخل الاقليم وما نقولوا لهم حتى شي حاجه. كيدخلوا كيخرجوا كيهضروا وحق الشعب الصحراوي تقرير المصير، يخلوا حنا نقولوا حق الشعب الصحراوي في
تندوف وفي المخيمات في الحكم الذاتي او في تقرير المصير. ايضا الحكم الذاتي هو جزء من تقرير المصير. سير قولها. ولد سلمى تكلم لا حول الحدود الموريتانيه، قالوا لي الا بغيت الحكم الذاتي سير عند المغرب، سير عند الجزائر. اليوم خصنا نفهموا على انه ما عندناش الاليات باش نزعزعوا الناس. عندنا اسئله محرجه خصنا نجاوبوا عليها. كاين اللي كيقول لك ولدي نتوما علاش كطالبوا بالصحراء ما كطالبوا بالسبت والليليه؟ هذا سؤال محرج خاصك تجاوب عليه. كاين اللي يقول لك علاش ما تقسموا مع جبهه البوليزاريو وانتم قسمتوا مع موريتان؟ هذه اسئله محرجه عندنا الجواب عليها، وعندنا الجواب في السياق وفي التاريخ. ولماذا؟ ماشي تنازل باش قسمنا معها، ولكن السياق الذي وجد فيه جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني فرض عليه التقسيم ويدرك جيدنا موريتانيا لا اطمع لها في الصحراء المغربيه. هو عارف اش كيدير. كما كنقولوا الدارجه المخزن ما كيعبث، ولكن حنا اللي كنعبثوا اليوماتيه، حنا اللي ما عارفين اش كنديروا، حنا اللي كنتكلموا بالزنه وكنقولوا. الجامعات نفسها اللي قاعدين فيها عندنا شي شعبه اليوماتيه كتهتم بالقضيه الوطنيه؟ عندنا شي درس نقروا للدراري في المدارس ديالنا على القضيه الوطنيه؟ عندنا الطلبه ديالنا يفهموا ويديروا ابحاث في القضيه الوطنيه؟ اتحداكم ديروا في جوجل ديروا الصحراء، كتخرج لك الصحراء اوكسيدونتال، الصحراء الغربيه، كتخرج لك كل البيانات مكتوبه على جبهه البوليزاري وتناصر جبهه البوليزاري. ولا تجد مقال واحد ولا دكتوراه يتحدث عن المغرب وعن مغربيه الصحراء. علاش؟ الناس غازيين داخل منصات التواصل الاجتماعي هنا، لان احنا ما فعلناش البحث العلمي. والنهار اللي نمشوا نتظاهروا نهزوا الرايه ونقولوا الصحراء في المغربي هو المغربي في الصحراء. طيب من ينازع في ذلك؟ واش السويدي يفهم هذا الكلام؟ السويدي يفهم بالدليل والبرهان المغربيه، والمغربيه نقولوها له بعيدا عن البيع التي تثبت هذه القضيه. ولكن راه عطيناكم مجموعه من الاتفاقيات، قلنا لكم السيدي راه السلاطين موجوده منذ القرن السابع عشر، راه ماشي 1960. راه البوليزاريو ذكيه جدا لان توقف الحقيقه تبدا معك من 1960، لان خايفه من التاريخ، خايفه من الماضي، هي ما عندهاش تاريخ. قرار 515 14. علاش البوليزاريو كتقول لكم قرار محكمه العدل الدوليه؟ هو ليس قرارا، هو راي استشاري وهو تقرير، وكتبوه الناس اللي من الدول اللي ساهمت في الكتابه ديالو معروفه، كوبا، ايران وغيرها، وكانت عندها علاقات وحنا نعرفوها. اش كيقول هذا التقرير هذا؟ علاش ما نصحوا لها؟ علاش ما نصحوا لها حق الشعوب في تقرير المصير؟ من وضعه؟ لم تضعه الدول المستعمره، وضعته الدول المستعمره لفائدتها انذاك. كل هذه الحقائق غايبه عنا اليوم، ويجب ان نقولها لكم. ونقدر نكون طولت عليكم، ولكن الحقيقه اليوم جات الفرصه باش نتكلموا. نقول لكم على انه المشكل والله العظيم لا يوجد الا في الجزائر، ولا يوجد الا في اذهان الجزائري. ونهار تهز الجزائر ايدها عن ملف الصحراء اقسم بالله العلي العظيم لن يظل هناك هذا الملف. باش نختم نقول لكم على انه نقطتين عندي اساسيتين لابد لي نقولهم. اليوماتيه، البوليزاريو، اسبانيا، جميع الدول التي تناصر القضيه ديال الصحراويين او تناصر جبهه البوليزاريو. هل السؤال المطروح لها، هل تناصر جبهه البوليزاريو باعتبارها منظمه سياسيه ام تناصر الصحراويين؟ اذا كنت تناصر الصحراويين موجودون في المغرب وموجودين في موريتانيا وموجودين في مجموعه من الدول. اذا القضيه بوليزاريو لا تمثل الصحراويين، ومارقين منها 5: خط الشهيد، الصحراويون من اجل السلام، 5 تمثيليات. و5 التمثيليات هذه كلها إلا جينا نقسموا على البوليزاريو ولا يجوا هذا غدا يقول لك حتى حنا اصبعنا هوناتيه. اذا البوليزاريو ليست الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين. علاش نمشوا غالطين؟ نقولوا لها لا. النقطه الثانيه، هذا الكوركاس النائم علاش ما نوقظوه؟ عنده الراس والجسد مشلول. وحان الوقت لتغييره، وحان الوقت لاعطاء نخب جديده بخطاب جديد الا بغيناه. ما عندنا خويا، عنده رئيس ديالو مزيان، ولكن يجب ان نغير. نختم نقطة واحدة نختم بها لأنها مهمة، أن نغير، نحركوا هذا الكوركاس هذا ونعطوا له النخب الصحراوية الحقيقية المغربية واللي فاهم الملف، هي اللي طراف عليه في جنيف والولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك. نقطة أخيرة، هذو العائدين اللي جاوا واللي ركناهم إلى الرف، لماذا لا نستفيد منهم الآن؟ بدل أن يصبحوا جزء من الحل أصبحوا جزءا من المشكل. هناك نقاط كثيرة جدا لو طال بي المقام لقلت أشياء كثيرة، ولكن أنا أتوقف هنا ونقول على أنه اليوماتية راه خطاب جلالة الملك راه دار اللي عليه، راه حنا اللي ما دايرين على اللي علينا. وأول حاجة خاصنا نديرو هي أولا نفهموا أش بغينا،
وهاد البلاد خاصها تمشي بواحد التصور حقيقي، واول تصور لان هذه مرتبطه بهذه هي محاربه الفساد على جميع الواجهات. تحياتي لكم، السلام عليكم.